السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل افكار جميله، يا رب تعجبكم. معايا علبتين من الكرتون هنعمل بيهم فكره تحفه. عندي الاشكال دي انا طبعا من موقع بنترست، هلاقي اي شكل يعجبني. انا اخترت الشكل ده، ثبته على العلبه ورسمت الشكل الخارجي ليه، وبعد كده قصيته بالقطر. وبنفس الطريقه هثبته على العلبه الكبيره، بس هثبته مرتين بالشكل اللي انتوا شايفينه، وافرغه بالقطر بنفس الطريقة. خلاص انا كده فرغت كل الجناب على العلبتين. عندي الدهان البلاستيك ده دهان حوائط، اخدت منه حبة صغيرين وهبدأ ادهن العلب بالمدق السفنج ده. انا عايزه يبقى في اشكال مخربشة كده من بره، المدق بيديني الشكل الجميل ده. ولو مش حابة الدهان البلاستيك ممكن تدهنيه بلاكيه عادي. انا حابه اشكر كل اخواتي وحبايبي اللي بيدعموني بتعليقاتهم الجميله، ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتكم. شكرا ليكم يا حبايبي. معلش انا عارفه ان انا بتاخر عليكم بالافكار، بس احنا في ظروف ايه بقى، امتحانات، والجيل الصغير ده لو ما كناش نقعد معاه طبعا ما فيش مذاكره، فبضطر اقعد معاهم بصراحه، ومعلش سامحوني بكسل على الفيديوهات. ان شاء الله ربنا ييسر الحال، خلاص هنخلص، هنبدا امتحانات بكره باذن الله، وهتلاقوني معاكم بعد كده على طول ان شاء الله. بعد ما نشفوا بقى معايا بالشكل القمر ده. وده برطمان كان عندي قديم، ودي كوباية عصير. هرش الاتنين بالسبراي الذهبي. جبت علبة فاضية فضيت فيها حبة مية، كوبايتين من الجبس. انا فضيت بالمعيار ده علشان لو حد حابب يعمل نفس الحاجة، ده معيار انا مش بستخدمه في المطبخ. في الاول حطيت 3 وبعدين زودت عليهم المعيار ده، كده بقى كوبايتين. اقلبهم تقليبه حلوه. ودي عندي علبه سماعات فضيت فيها الجبس وهخبطها تخبطتين 3 عشان الفقاعات. وهنا انا رشيت سبراي للبرطمان والغطا. ودي داير السلوتيب من الكرتون. ودي قطع الجبس اللي انا عملتها، وعلشان ازين الشكل اللي انا قصيته جبت اللون الذهبي الجميل ده. والقطنه الصغيره دي لفيت على الشكل كله من الخارج، ومش واضح قوي في التصوير بس شكله في الطبيعة حلو قوي. هجيب قطع الجبس انا حفرت فيها حوالي نص سنتي علشان اعملها قاعدة كده للمأذنة، هتركب معايا بالشكل الجميل ده. يا جماعة والله الحاجات دي بتتباع غالية، بتتباع طقم كده على بعضها، يعني الكبيرة دي 75 سنتي، يعني اقل من متر بحاجة بسيطة، والصغيرة دي نص متر. فبنحاول نعمل ديكورات بسيطة ومن غير تكلفة في البيت. القطعة الرابعة دي انا حطيت فيها الغطا بتاع السبراي علشان طبعا الكاسة بتاعة العصير مش هقدر اكسرها، فهتركب معايا بالشكل ده. شكل المأذنة بقى تحفة والله العظيم، جميلة في الطبيعة. لسه كمان لما تكمل هيبقى شكلها اجمل. فحاولوا والله تعملوا ديكوراتكم في البيت، مش هتكلفكوا حاجة وهتستمتعوا برضو بدخول رمضان علينا. كل سنة وانتوا طيبين. ده هلال كان عندي في فرع نور، هركب منه وحدتين كده بالشكل ده. خلاص انا كده جمعتها كلها بالشمع، الاتنين شكلهم احلى من بعض. انا كان نفسي اعمل القبة كلها زي بعض بس للأسف ما عنديش غير كوباية واحدة وبرطمان واحد. قصيت شرايط من الستيكر الذهبي وهبدأ اثبتها كده على الاطراف بالشكل اللي انتوا شايفينه. ولو حابين تثبتوا في القاعدة ثبتوا، بس انا ثبت فوق بس. جاني تعليق مش عارفة بصراحة، هو بيضحك، تقول ما تقوليش على حاجة ان هي قمر، وبعدين لما بنشوف حاجة حلوة بنقولوا عليها قمر. بس والله هحاول ابطلها. خلاص هما بقوا معايا بالشكل الجميل ده، وممكن نحط فيهم فرع نور. انا عندي الشموع الجميلة دي هثبتها كده في قلبهم. والله يا جماعة شكلهم بعد الإضاءة، بص الإضاءة وديتهم في حتة تانية خالص، شكلهم جميل قوي. فجربوهم ومش هتندموا، على مسؤوليتي.
واي حد هيشوفهم عندك استحالة هيقول ان انت عاملاهم زيهم زي الجاهز بالظبط. اكتبوا لي بقى في التعليقات لو عجبتكم الفكرة، لان انا بستنى تعليقاتكم. ومن الكرتون هنعمل الفكرة السكر دي. جبت قطعة من الكرتون ورسمت عليها هلال، انا رسمته بالدايرة دي، وبطبق صغير عملت القلب، حددته بالشكل ده وقصيته بالقطر بقى معايا بالشكل ده. عند الخيط الصوف ده خيط بيلمع كده جميل، في لمعة حلوة قوي بس مش واضحة في الكاميرا. حطيت حبة شمع وهبدأ ألفه كده على الهلال، ولو ما فيش الخيط ممكن تغلفيه بالفوم، الفوم جليتر. خلاص انا كده لفيته كله بقى معايا بالشكل الجميل ده. يا عيني هنا بحاول اقربه للكاميرا علشان اللمعة اللي فيه تبان. بصراحة الخيط تحفة بس مش واضحة قوي. جبت عصاية من الشيش طاووق وهحط لها حبة شمع صغيرين وهبدأ ألف عليها الخيط. ممكن ما تلفيش الخيط من أوله كده، من أول العصاية ممكن تلفيها من نصها، بس أنا حابة في الظهر ما تبقاش باينة إن هي خشبة يعني واقفة، فهلف على العصاية كلها. لو حابة تقفلي يبقى نضيف غلفيها كلها بالشكل ده. بعد كده أنا صبيت حبة من الجبس زي ما أنا عملتهم في أول الفيديو، بس حطيتهم في العلبة دي وثبت شاليمو في النص كده، عملت الفتحة الصغيرة دي. هحط حبة شمع صغيرين وهثبتها كده في القاعدة الجبس. ممكن تكملي لف الخيط على القاعدة الجبس وتثبتي فيها الهلال وإضاءة. هحط حبة شمع حلوين ولازم تزودي في الشمع عشان يثبت معاكا كويس، وهثبت الهلال بالشكل ده. خلاص انا كده ثبته، زودت له كمان حبة شمع في الظهر. ممكن تلفي خيط على بقية الجبس وتثبتي عليه إضاءة، وممكن تثبتي فيه نجمة هيبقى شكله تحفة. لكن انا هقص قطعة من الكرتون، قصيتها كده على شكل سحابة، رسمتها بالطبق، حطيت الطبق بالشكل ده وقصيت دواير صغيرة وكبيرة. حطيت حبة شمع وثبت الهلال كده في قلب السحابة، ثبت معايا بالشكل الجميل ده، بقى متين وجميل. وعند الشريط ده من النور هجيبه كده وبالسلوتيب هبدأ أجمعه وثبته على السحابة. هجمع كل حبة حلوين كده وثبتهم بالسلوتيب زي ما انتوا شايفين كده. انا استخدمت الإضاءة الذهبي، ممكن تستخدموا الإضاءة الألوان لو حابين تستخدموها في غرف الأطفال. ثبت كل الفرع بالشكل ده. انا عندي الفايبر ده، لو عندك قطن استخدميه عادي. هثبته بالشمع الاول، هثبته كده بايدي علشان اعرف اجهزه، وعلشان لما اثبته بالشمع ما يجيش على الاسلاك ويبوظ لي الاضاءه. هثبت كل حاجه كده بايدي واجهزها، وبعد كده هثبته في الكرتون بالشمع. خلاص انا جهزتها بالشكل ده. معايا النجوم دي انا كنت قصاها، بس المفروض تلزقيها في خله وتثبتيها كده في قلبها، ما ترصهاش زي ما انا رصيتها كده. انا مش موجوده عندي خله فعشان كده رصيتها بالشكل ده. وكمان جبت الاضاءه الصغيره دي هلفها على الهلال من فوق بالشكل اللي انتوا شايفينه. شكله بقى قمر 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 بصراحه، تحفه، ديكور روعه وبحاجات بسيطه خالص. لو ما عندكش خيط استعملي فوم، لو ما عندكش فوم دهنيه باي دهان موجود عندك هيديكي نفس النتيجه. والله العظيم الديكور شكله حلو قوي قوي. انا مش بشكر في شغلي بس والله تحفه بجد. الفكرتين اجمل واحلى من بعض واسهل من بعض، فجربوهم ومستنيه رايكم في التعليقات. ومش عارفه اقول لكم ايه غير كل سنه وانتم طيبين، واستحملونا عشان بغيب كتير، بس ان شاء الله الاولاد يخلصوا امتحانات وهتلاقوني انزل فيديوهات باستمرار. وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استنوني في افكار جايه كتير ان شاء الله.